لكن مع الاسف كله اجتهادات شخصيه. طيب طبعا كلنا شو اسمه مسلمين، نعبد الله طبعا، لا حد يزايد علينا، لا حد يزايد علينا من الجهلاء التافهين المتربصين. شوفوا بالله المقطع الجاي، أريد أن تعملوا عقولكم. تابعوا. الإسلام نهى عن الضرب إلا بعصا، هذا هو الضرب. جسم الرجل في الغالب سبحان الله يعني خلقها الله تعالى أقوى من طبيعة جسم المرأة، لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء أحيانا، ويحصل على ما يريد بالصراخ وهي تحصل على ما تريد بالبكاء والعاطفة منه. الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك، صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي، ما يفهم البعير ومنك هذا الكلام، الجمل ما يفهم إلا بالضرب، الحمار ما يفهم إلا بالضرب. الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك، صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي، ما يفهم البعير ومنك هذا الكلام، الجمل ما يفهم إلا بالضرب، الحمار ما يفهم إلا بالضرب. فهمت شيء؟ والله فهمت انه لازم يضرب، المرأة لازم تضرب. يقول لك انه يعني زي الحمار هي كذا طريقتها. ينفع تقول الحمار انت غلط، تجلده ويجلدها عشان يسمع كلامك. بالله يا سيد عريفي، اذا احنا فهمناك غلط اطلع في اي منبر وضحها. انا حزين على ذول الشبان اللي جالسين مستمعين، وهو يعني مقدم نفسه انه مودرن، يعني جايب شباب، يعني انه الحين هذا الكلام اللي بتقول للناس يا رجل اتق الله. الحين هذا الكلام لو ترجم للعالم، كيف نقدم الإسلام للأمة للعالم؟ كيف بأي طريقة بأي وجه؟ طيب خلينا نفترض جدل يا جماعة، قلت المرة الماضية ناصحوه، إذا اعمل مراجعات مع نفسك يا دكتور عريفي، إذا وجدت نفسك غلط اطلع قول لي يا جماعة يعني ترى أخطيت ولا فيها شيء ترى. بس أنت اليوم عندك جمهور، عندك مريدين، أنت يعني تمثل الإسلام. هل هذا منطقي اللي تقول؟ مع الأسف يا سعد أنه أيضا يعني الدكتور محمد العريفي له مريدين كثير وناس تحبه يعتبرون قدوة. هذا يا أخوي الله يزيده إذا كان على حد، لا بس بهذه الطريقة. نعم يروج يعني حتى مسألة الضرب هذه فيها خلاف طويل، فيها أنت تبسطها وبعدين تقرنها أنه والله أنت تضرب الدابة عشان تطيعك، إذا أنت تضرب المرأة حتى تطيعك. لا، هذا ما هو حتى إنسانيا ما هو مقبول. يقول لك تعبر بالكان تعبر بالقسوة والضرب، مش الكلام اللي لا يحتاج الشيخ محمد، يحتاج مناصحة على فكرة، والله يحتاج مناصحة. طيب. مو بس الإرهابيين، حتى ناس كثير تحتاج مناصحة. طبعا المناصحة بابها مفتوح. نعم بابها، ولا للجميع ترى، حتى طيب. أنا وأنت نحتاج مناصحة. طيب